السلام عليكم. المحاضرة دي كانت عملتها لفريق الانجينيرينج بريدج كومبيتيشن وامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينيرنج في كونفرنس صغير كده. فأنا أخدت جزء منها وبعرضها دلوقتي من ضمن كورس الهاي رايز بيلدينج، وهي mainly wind and seismic effect on high rise buildings أو تأثير الرياح والزلازل على المباني العالية. أنا هنا هركز أكتر على تأثير الرياح لأن الزلازل اوريدي شرحته باستفاضة شوية في الكورس نفسه. أول حاجة في البرزنتيشنز ديت، يعني إيه هاي رايز بيلدينج؟ ليه إحنا بنعمل سكاي سكرابرز اللي هي ناطحات السحاب؟ وإيه البروبلمز الأساسية اللي بتواجه وجود الهاي رايز بيلدينجز؟ وبعد كده نتكلم عن أمثلة للسكاي سكرابرز والهاي رايز بيلدينجز اللي موجودة في العالم كله. وإيه التراكس والحاجات اللي الانجينيرز بيعملوها عشان يقاوموا الرياح والزلازل في السكاي سكرابرز بالذات والهاي رايز بيلدينجز. يعني وبصة سريعة كده على الإيرثكويك انجينيرينج تولز عشان أقلل الإيرثكويك لودز. بوجه عام الهاي رايز بيلدينجز يعني هي mainly مالتي ستوري بيلدينج، تمام. فهي طويلة، عندها ارتفاع عالي لدرجة إن أنت محتاج إلى أسانسيرات، محتاج ميكانيكال ايكويبمنتس عشان تنقلك من elevation ل elevation. طبعا هاي رايز بيلدينجز والسكاي سكرابرز كان مستحيل تحصل بدون وجود الاليفيتورز، عشان كده هي من اول اختراع الاليفيتورز بدأنا نسمي هاي رايز بيلدينجز. يعني كان قبل كده 4 ادوار 5 ادوار ماكسيمم لغايه من اخترعوا الاليفيتورز. سكاي سكرابرز يعني هو او ناطحه السحاب زي ما بيقولوا، ما هي الا هاي رايز بيلدينج بس عاليه قوي، يعني ارتفاع كبير. بالنسبه للكود المصري هو بيبدا يعتبر ان في زلازل وتاثير رياح لما يكون ارتفاع المبنى من اول 12 متر. 12 متر يعني 4 ادوار، يعني من فوق الاربع ادوار بيبدا يعتبر ان هو مبنى يستاهل ان احنا نحط احمال الرياح عليه واحمال الزلازل وناخده في الاعتبار. لكن طبعا ده ولا حاجه بالنسبه يعني الهاي رايز بيلدينجز طبعا. طب ليه نبني سكاي سكرابر؟ ليه نعمل سكاي سكرابر؟ ليه في نيويورك ومنهاتن بتلاقي سكاي سكرابرز كتير؟ لان الفوت برنت صغيره، المساحه اللي موجوده للمباني صغيره، فانت بتاخد مساحه صغيره عايز تبني فيها اقصى حاجه ممكنه، اقصى ارتفاعات ممكنه، بحيث ان انت تستغل المساحه دي اللي هي الريال استيت بيسموها مساحه اصغر. في نفس الوقت بالنسبة للخليج زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هو سيتطحن في البنيان، يعني هو للشهرة. يعني إيه bigger is better زي ما بيقولوا، يعني كلما كان أعلى كلما كان أحسن. ففي كومبيتيشن دلوقتي على مستوى العالم كله، مين هيبني أعلى؟ طبعا العرب معاهم فلوس، أو الناس في الخليج معاهم فلوس أكتر، فبيبدأوا يعملوا حاجات أعلى. يعني برج خليفة في دبي طبعا لاند مارك، كان في برج تاني بيتعمل في السعودية كان المفروض انه يبقى اعلى، ف... فالامارات بدأت تبني برج تاني وتوقف عن البناء ايام الكورونا. فكل ما حد هيعمل حاجة اعلى هتلاقي الناس بدأت تعمل اعلى منه. برج ايفل موجود في باريس كان برضو لاند مارك كبيرة جدا. سيرز تاور في شيكاغو، انا شخصيا روحته، حاجه جميله جدا. بترونس تاورز في ماليزيا. كل الحاجات دي هي منافسه ما بينهم وما بين بعض، كلما كان البرج مثلا كان اعلى وهكذا بيبقى صيته احسن، الناس بتروح تزوره. يعني برج خليفه بيعمل دخل لدبي، فهم ازاي كوميرشالي ازاي تستخدمه تجاريا كمان، مش فكره انت تعمل على حاجه وخلاص. لكن اول ناطحه سحاب اتبنت من زمان، من 1885، كانت مينلي معموله من ستيل، تمام، او ستيل، مينلي ستيل كولومز او كومبوزيت كولومز. طب ايه المشاكل اللي بتواجهنا اثناء ما بنعمل السكاي سكرابرز او الريلي تول هاي رايز بيلدينجز؟ اول حاجه كونستراكشن ماتيريال، رينفورس كونكريت ولا ستيل ولا ايه بالظبط؟ عاده كانوا بيشتغلوا ستيل، لان عشان اوصل لارتفاعات عاليه جدا الاسترس اللي بيبقى موجود على قطاعات الاعمده كان بيبقى كبير، فكانوا الاول بيعملوا ستيل بيلدينجز. سكاي سكرابرز القديمه كانت ستيل،
قطاعات ستيل كبيرة جدا، بيبدأ يركب عليها بيمز ستيل، وبعد كده يبدأ يحط الفلورينج. بعد كده بدأ يستعمل كومبوزيت سيكشنز، ان الستيل سيكشنز دول يحطها في قطاع خرسانة، فيبدأوا يشتغلوا الاتنين مع بعض، وده بيحقق له الفاير ريزيستنت طبعا، لان الستيل نفسه في الفاير فيه مشكلة كبيرة. بعد كده بدأنا مع التطور، بدأنا نجيب إجهادات عالية جدا في الخرسانة، بدأنا نستعمل الخرسانة زي برج خليفة مثلا. تاني حاجة الفورسز، هي ما بقتش جرافيتي فورسز بس، بقى في ويند لودنج، فمحتاج اعمل له ريزيستنس، بقى في ايرثكويك لودز عاليه، لازم نعملها. كلما عليت في البنيان، كلما كان تاثير القوه الافقيه بقت اكبر. بس خد بالك، عند ليميت معين بيبدا تاثير الايرثكويك يبقى مش هو الجوفرنينج، يبدا ويند لودز هي اللي بتبدا تبقى جوفرنينج في الديزاين بتاعت المناطق، ناطحات السحاب اكتر من الايرثكويك. زي ما اتفقنا في الكورسات اللي قبل كده، مش عايز اطول في البرزنتيشن ديت، عشان كده ما حطيتش سلايدز كتيره في الايرثكويك. بس مينلي كلما طول المبنى زاد، كلما الستيفنس بتاعته قلت، وبالتالي الناتشرال بيريود بتاعته او الفاندامنتال بيريود بتبقى اكبر، فالفورسز بتاعت الايرثكويك بتبقى اقل. زي ما اتفقنا ان الستيفنس كان البيريود بيساوي 2 باي تايمز ذا ماس ديفايدد باي ذا ستيفنس، فكلما الستيفنس قلت والماس زادت، كلما البيريود بتاعت المبنى بقت اكبر. كلما البيريود بتاعت المبنى بقت اكبر، كلما كان الفورس اقل، وكلما كان المبنى دكتايل وبيتشكل بسهوله لان هو طويل ورفيع، فبيبدا ان هو يقاوم الزلزال افضل. الويند بقى مشكله، لان انت كلما ارتفاعك زاد، كلما الويند لود زادت، زي ما هنشوف كمان شويه، وبيحصل فيه فايبريشن، وبيحصل مشاكل تانية كتير هنتكلم عنها. تمام. المشكلة الأساسية بقى الاكسسبيليتي أو الإليفيتورز عشان أوصل من هنا للدور الارتفاع مثلا كيلو أو حاجة زي كده 1000 متر، عايز أوصل في قد إيه؟ يعني هقعد أستنى في الأسانسير نص ساعة عشان أوصل مثلا للدور الأخير أو للدور اللي قبل الأخير؟ طبعا مش منطقي. فلازم تكون سرعة الإليفيتورز عالية جدا. الإليفيتورز اللي بنستعملها في المباني العادية بتاعتنا ال9 أدوار وال12 دور والكلام ده بالوايرز والمكن ما ينفعش تشتغل، مش ينفعش تبقى تشتغلها بالسرعة البطيئة اللي عندنا ديت. تمام. ولازم الفرملة برضو مع السرعة العالية، الفرملة تكون منطقية. فالإليفيتورز بتحكم الوصول إلى إليفيشنز معينة. تمام. السيفتي الفاير، تخيل كده إن أنت عندك حريقة حصلت في الدور مثلا ال200، هنوصل ازاي للناس دي؟ والناس دي هنعمل لها ايفاكيويشن ازاي؟ والناس بتوع الفاير ستيشن بتوع عربيات هيبداوا يطفوا الحريقه ازاي؟ في ناس بس بتقترح ان احنا نستخدم هليكوبترز، في ناس بتعمل تانكس ميه بتبقى موجوده على ارتفاعات معينه من البرج نفسه، يعني في ادوار كامله بتتفضى وتحط فيها ميه عشان الفاير. فدي مشكله كبيره وتؤرق الناس. تخيل مثلا التوين تاور اللي وقعوا في التريد تاورز اللي وقعوا في نيويورك نتيجه العمل اللي هو في 9/11. لما حصل الحريق الناس ما كانتش عارفه تهرب، كان في ناس بتنط من البرج نفسه يعني، وشفنا كل الفيديوهات دي قبل كده. الفايبريشن، ايه الفايبريشن ده؟ لك ان تخيلوا، هتشوف فيديو كمان في البرزنتيشن هنا، ان نتيجة ان الويند موجود طول الوقت، والويند ده بيحرك المبنى. يعني مثلا الويند بيحرك المبنى كده، المبنى بيرجع تاني، وبعد كده الويند بتزقه تاني، فطول الوقت الويند بيحرك المبنى رايح جاي. مش بنتكلم عن الزلزال، اثناء الزلزال الحركة موجودة وحركة كبيرة وهنصمم على اساسها، لكن اثناء الويند موجود طول الوقت، طول الوقت الويند موجود. فطول الوقت لو المبنى رايح جاي رايح جاي، تخيل كده ان انت قاعد كأنك قاعد في سفينة، فممكن يجيلك غثيان وهكذا. فانت لازم الفايبريشن ولازم الحركة تكون مش محسوسة ومش مؤثرة عليك وما تتعبكش. تمام. برضو لازم يكون للبرج نفسه شكل وستايل ظريف عشان يقاوم الويند، وفي نفس الوقت عشان يبقى يعني ايه الاتراكشن، يبقى اتراكشن في المنطقة ويبدأ يتملى كله. يعني تخيل كده ان الادوار كلها لازم تتأجر او تتباع او تبقى مولات او فانت دفعت كوست كبيرة جدا عشان تبنيه، يبقى لازم تستفيد منه.
فلازم يكون كويس لدرجة ان هو يشد الناس ليه. الكونستراكشن اهم حاجة انت مبنى عندك ارتفاعه كيلو، وزنه تقيل جدا، فلازم الفاونديشن بتاعته تبقى قوية جدا. طب السويل، انا بقف على سويل يا باشا، السويل دي لو سويل ضعيفة ما ينفعش تبني سكاي سكرابر عليه. تمام. يعني مثلا برج خليفة الارض اللي هناك تربة رملية اعتقد، على ما افتكر يعني. ف فما كانتش يعني ما كانتش قويه انف ان هي تاخد برج خليفه اللي هو خرسانه بالهبل، وزنه تقيل جدا هنقول عليه بعد شويه. فاضطروا يستعملوا 194 فريكشن بايل. تمام. طول كل فريكشن بايل 43 متر، وكل بايل يقدر يشيل 3000 طن. تخيل يعني 30000 كيلو نيوتن. آه ف يعني مش اي مكان يقدر يشيل سكاي سكرابر. والتكلفه بتاعت الفاونديشن لوحدها قد تكون بتكلفه نص البرج. يعني لك ان تتخيل الموضوع مش سهل. زي ما اتفقنا، عشان السترينث بتاع الاليمنتس اللي شايله الجرافيتي فورسز والسايزميك فورسز والويند لود بتبقى كبيره جدا. الستريننج اكشنز، المومنت والشير والحاجات دي بتبقى عاليه جدا، فالستريسز اللي على الاليمنتس بتبقى عاليه. عشان كده معظم المباني القديمه كنا بنعملها من الستيل. في برج خليفه قدرنا نوصل لاجادات عاليه من الخرسانه عن طريق تكنولوجيز كويسه، والديزاين كان ظريف. في شير وولز كبيره وي 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 وهكذا. فادى الى ان احنا نقدر نستعمل الرينفورس كونكريت العاديه في ان احنا نعمل برج خليفه اللي هو من الخرسانه المسلحه. بس لك ان تتخيل ان ده كلف كتير جدا زي ما هنشوف كمان شويه. طيب، زي ما اتفقنا احنا قلنا ان في ال 1885 I think اول سكاي سكرابر ده نتيجة لوجود اختراع الاليفيتور في ال 1857. يعني ده اول باسنجر اليفيتور، يعني اللي انت تقدر تستخدمه في المباني، واستخدم في ديبارتمنت ستور في نيويورك. ومن اللحظة ديت قدرنا نصل إلى ارتفاعات عالية فوق الخمس أدوار، لأن قبل كده كان معنى أنت يبقى عندك 9 أدوار إن الناس لازم تطلع لغاية الدور التاسع على رجليها. فكان ده مش أوبشن طالما مفيش وسيلة لنقل الناس من إليفيشن لإليفيشن. زي ما اتفقنا البيلدينج سيفتي لازم تعمل فاير ريزيستنج ماتيريال. انت لازم يكون الماتيريالز القابله للاشتعال اللي انت بتستخدمها في الفنادق اللي موجوده في الابراج دي لازم تكون اقل من نسبه معينه بحيث تقدر تطفي الحريقه. لكن انت تخيل البرج ده موجود اي ثينك في دبي تقريبا ولع كله، ما عرفوش يطفوه. تمام. بالرغم من وجود سبرينكلر سيستمز اللي بتاعت الميه، وجود اكزيتنج بلان وي ناس كتير ماتت. فلازم يكون عندك نظام حريق محترم جدا. هنتكلم بسرعة عن أهم ناطحات السحاب الموجودة على مستوى العالم. زي ما انت شايف ده طبعا برج خليفة وهكذا، وبيبدأ يقل في الارتفاع وانت نازل. ده برج الساعة، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. مثلا فور اكزامبل برج خليفة زي ما انت شايف ليه سكاي سكرابر بينطح السحاب، لأن هو بيبقى فوق السحاب. طوله ما وصلش للكيلو، يعني طوله وصل ل 828 متر، أقل من الكيلو بشوية. وفي البرج اللي كانوا بيبلان إن هم يعملوه، وكان ده يعني مش لازم نتكلم عنه دلوقتي لأنه لسه مش هيتعمل دلوقتي. كان هيوصل للكيلو كيلومتر، بس ما كانش هيبقى يعني الأدوار كلها اكسسبل واتعمل. كان هيبقى مينلي عامل زي كده برج القاهرة، هو الحتة اللي فوق مينلي بتاع، فتكلفة كبيرة جدا على الفاضي ملهاش عائد مادي كبير. المهم برج خليفة ده 163 فلور. تمام. هو مبني في 2010 مينلي. استخدم فيه 250 ألف متر مكعب من الخرسانة. تخيل وزنه، يعني عشان تبقى متخيل 110 ألف إليفانتس مع بعض يديك الوزن بتاع المبنى ده. تخيل الفاونديشن اللي محتاجة تشيل الوزن ده قد إيه. تمام. الستيل ريبارز اللي استخدمت في بونا الكلام ده 35700 طن، رقم خزعبلي. تمام. لك ان تتخيل احنا لو فردنا الاسياخ دي مع بعضها، يعني كملناها كده عملناها حبل،
هيلف حوالين ربع قطر الكرة الأرضية. فيعني تكلفة رهيبة، تكلفة رهيبة، مليارات. تمام. الكيرتن وولز اللي هي الازاز اللي حواليه والميتلز اللي بتبقى حواليه تقدر تغطي 17 ملعب كوره، ملعب استاد كوره كبير. تمام. فمساحه شاسعه. كل دي تكلفه. طبعا محتاج مان باور. وطبعا الامارات وقطر كانوا بينتقدوهم جدا في الموضوع ده، ان هم اشتغلوا 22 مليون ساعة عمل من الناس، لدرجة ان عشان يبنوا برج خليفة عملوا حاجة شبه مدينة كاملة عشان العمال يعيشوا فيها. كانت حياة غير آدمية. كانوا بياخدوا فلوس طبعا ويبعتوها للهند ويبعتوها لباكستان والحاجات دي، بس عايشين عيشة غير آدمية. فلما الناس كانوا عايزين ينتقدوا الإمارات وقطر والناس دي، كانوا بيقعدوا يصوروا العيشة بتاعت الهنود اللي عايشين هناك. وكان طبعا بيبان إن دي حياة غير الحياة بتاعت الإماراتيين والناس اللي عايشة في دبي. فكانوا بيقولوا دي حقيقة دبي وحقيقة برج خليفة. المهم، شانجهاي تاور في تشاينا، ده في ارتفاع بتاعه في حدود 650 متر، اقل طبعا من برج خليفه، 128 فلور، يعني عدد الادوار قريب. ده اتبنى في 2015، بالرغم من ان هو احدث الا انه ما وصلش للارتفاع ده. لو اخدت بالك البروفايل بتاع الشكل بتاع البرج عباره عن تويستد بيلدينج. التويست ده مينلي مش معمول عشان شكل بس، معمول عشان مقاومه الرياح. الرياح لما بتيجي تخبط في المبنى ده بتبدأ تلف حواليه وتطلع لفوق، فما بتأثرش على المبنى. المبنى نفسه بيريليز الفورسز اللي جايه من الويند عن طريق ان هو مش بيمنعها. يعني ايه؟ زي بالظبط كده لما حد بيحاول مثلا يضربك في كتفك، تمام، بقوه كبيره، فبترجع كتفك لورا، فبتفادي الفورس ديت. تمام. فالمبنى بيفادي قوى الرياح وبيحولها، بيلففها حواليه ويطلعها لفوق. المشكلة الأساسية في المبنى ده برغم إن هو 128 فلور، إلا إن معظم الفلورز دي لم تؤجر، أو لم مفيش حد اشتراها. فما كانش في حاجة ماسة لعمل البرج ده. فطبعا فشل ذريع وما غطاش التكلفة بتاعته. أبراج البيت اللي هو البرج بتاع الساعة، برج الساعة والأبراج اللي حواليه، هو مش برج واحد، هو 600 متر تقريبا، 120 فلور، كلهم تقريبا اوكيبايد لأنه هو فندق كبير. وهو يعتبر أكبر مبنى على وشه ساعة. يعني أنا عن نفسي ما أضحكش عليكم، لما رحت العمرة الحمد لله من فترة قريبة، كنت ببص انا شخصيا على الساعه دي عشان اعرف التايم. يعني انا مشغول في العمره، مش كل شويه اقعد امسك اطلع الموبايل وهكذا، لان العمليه بتبقى صعبه شويه. فكان مفيد، بس انا شخصيا مش حابب ان يبقى في ستراكشر اكبر من الكعبه. ما كنتش حابب الستايل ده، او شكل اكبر من الكعبه، لان انا بالنسبه لي الكعبه دي اعلى حاجه. فدي نظريات تختلف من شخص لاخر. بس طبعا كل الناس لو تقدر، لو ربنا اكرمها وقعدت في معاها فلوس يعني ومعاها وراحت في البرج ده هتبقى حاجه ظريفه جدا، لان بتنزل من البرج ده دايركتلي على الحرم. حاجه جميله، ربنا يرزقنا جميعا بالحج والعمره. في بنج اند فاينانس سنتر في تشاينا، ده اللي فيه معظم الحاجات الماليه اللي موجوده في تشاينا. ده 600 متر، 115 دور، وده اتبنى في 2017، يعني بعد برضو الليله دي كلها. بالرغم من كده مش اعلى حاجه، الناس بيستخدموها لاستغلال المساحه، مش فكره ان هم بينافسوا على الارتفاع. ده مكان التوين وورلد تريد سنتر، اللي هم البرجين اللي وقعوا، راحوا بنوا مكانه حاجه اسمها وان وورلد تريد سنتر. ده في 2014، ده في حدود 600 متر بس 94 فلور. لو اخدت بالك بص على الجناب دي، هتلاقي الكورنرز دايما بتاعت المباني دايما العاليه بنحاول على قد ما نقدر تكون كيرفد، او يبقى ليها ستايل بحيث ان هي يعني ما يحصلش ان الويند يجي في المكان ده ويخبط يعمل حاجه اسمها فورتكس. تمام. لان مشكله كبيره لو حصل دوامات بسبب نيجي بقى للمبنى اللي انا بحبه شخصيا، وده في تايوان، اسمه تي بي 101. المبنى ده
يعني في حدود 510 متر ارتفاع، في 100 يعني 100 فلور تقريبا. المبنى ده مبني قبل برج خليفة، والسيستم بتاعه ظريف جدا لان هو معمول سيستم يديسيبيت الانرجي، يديسيبيت يعني يضيع الانرجي اللي ناتجه من الزلازل، وفي نفس الوقت يضيع الانرجي اللي جايه من الويند، ويقلل الفايبريشن اللي ناتجه منها. هنلاحظ ان شكل المبنى نفسه معمول بطريقه يعني غريبة شوية، والكرانر معمولة بطريقة هنتكلم عنها بعد شوية، بحيث ان الفايبريشن اللي ناتجة من الويند ما تبقاش موجودة. نفس الكلام موجود في الأدوار اللي فوق، في كورة من الصلب ناتجة وزنها 660 طن، عاملة زي البندول، متعلقة من 4 أجناب زي ما انت شايف كده. لما المبنى يجي يتحرك شمال تفضل الكرة في مكانها، يعني نتيجة للزلزال أو الويند أو وات ايفر، نتيجة للإنرشيا بتاعتها العالية جدا، تمام، الكرة تفضل في مكانها. بعد كده المبنى نفسه عايز ارجع الشمال، يبدأ الكرة ترجع يمين، يروح هو يمين، ترجع الكرة شمال، تبدأ تعمل حاجة اسمها دامبنج، يعني بتقلل الحركة بتاعت المبنى. فالمبنى لو كان عايز يتحرك مثلا للسي 100 سم، حلو، متر من فوق طبعا على حاجة، يبدأ هو يقللها يخليها مثلا 10 سم وهكذا. فده لأن نتيجة ان الكرة بتتحرك عكس الايه المبنى. فده طبعا بيقلل الفورس اللي جاي من الزلازل، نتيجه ان الاكسلريشن اللي ناتجه اللي بتحصل في المبنى اقل بكتير، والحركه اللي حصلت فيه اقل بكتير. طبعا نتيجه ان الفايبريشن اللي طول الوقت ناتجه من الويند، الحركه بتاعت الويند اللي رايحه جايه اللي بتخلي المبنى طول الوقت رايح جاي، سواء في الاكس او الواي او كده، او حتى دايجونال، بتلاقي ان الكوره ديت بدات تعمل حركه عكسيه وتقلل الحركه اللي بتحصل. فكان من احسن النظريات اللي معموله على مستوى العالم. بس طبعا عشان تعمل برج خليفة اللي طوله تقريبا 850 متر، تعمل له كورة كبيرة زيه وهو خرسانة، يعني وزنه أصلا تقيل جدا، كان الكورة دي هتبقى يعني أكتر من 1000 طن. وعشان تشيل الكورة ديت لازم استراكشر نفسه يبقى قوي عشان يشيل الفورس الرهيبة اللي ناتجة من الوول دي. يعني الوول دي مثبتة هنا مثلا في استراكشر قوي جدا على الأعمدة، والأعمدة دي الحمل ده كله نازل لغاية تحت، فده طبعا تحدي كبير برضو ان انت تعمل كده. في برضو شانغهاي وورلد فاينانشال سنتر في تشاينا، لو لاحظت هتلاقي البارانر فيها كيرف، الكسرة اللي احنا اتفقنا عليها، بس برضو كمان في حاجة تانية، معمول فتحة، الفتحة دي الهواء يعدي منها، ما بيعملش دوامات. برضو بتروناس تاورز في ماليزيا، ده تقريبا 450 متر ارتفاع، ده اعلى توين تاورز موجود حاليا. وفي حاجه ظريفه جدا، مش عارف شفتوها في ميشن امبوسيبل اي ثينك، لو حد فيكم بيتابع الافلام اجنبي، الكوبري ده تحدي كبير جدا، لانه لازم يكون فليكسيبل. اشمعنى؟ لان البرج ده ممكن اثناء الزلزال او الرياح او وات ايفر تلاقيه بيقرب من البرج التاني، فلازم فالبريدج ده يتعثر، او ده يبعد عن ده فتلاقي ده وقع. فلازم يكون ليه ستراكشر سيستم، فليكسيبل ستراكشر سيستم، عشان يبدا يقاوم الرياح دي. وخد بالك المبنى ده اتبنى في 1998، فمن مده كبيره جدا، وكان من التريد ماركس اللي موجوده على مستوى العالم في ماليزيا. ده بقى ظريف جدا. المبنى ده انا شفته شخصيا في نيويورك سيتي. المبنى ده 432 بارك افنيو، ده العنوان بتاعه، يعني ده مش اسم مميز او حاجه، ده الشارع البارك افنيو 432. المبنى ده رفيع جدا، المبنى ده ارتفاعه 450 متر، لكن تخيل طوله بالنسبه ده كده الصوره من فوق، هو لسه تحت كمان. 88 فلور، الفوت برنت بتاعه صغير جدا، اتبنى في 2015، كان فيه تحديات كتيرة جدا فيه. ده التالت ارفع، او خلينا نقول تالت اطول، سوري، مبنى سكني في العالم، مبنى سكني لان كله مسكون ما عدا اللي انت شايفه هنا وهنا وهنا، هنتكلم عنه دلوقتي. لو اخدت بالك هنا في فتحة دورين، وهنا في فتحة دورين وفي فتحة دورين. فتحة الدورين ديت اتعملت بحيث ان هو يقاوم الرياح، ان هو لو ما كانش لو كان المبنى كله حتة واحدة على بعضه، كان الرياح دي هتكسر المبنى ده ديفينتلي، وما كانوش عارفين يعملوا له ديزاين.
فالديزاينر قرر ان الادوار دي يعملها ادوار ميكانيكا، يحط فيها خزانات ميه، يحط فيها حاجات ميكانيكا زي الشيلرز بتاع التكييف وهكذا، ويسيبها مفتوحه ما فيهاش ازاز ومحدش يسكن فيها. دي الهواء يخش يعدي من الناحيه التانيه، الهواء يخش من هنا يعدي من الناحيه التانيه. فكل القوة اللي كانت بتزق المبنى فجأة تعدي الناحية التانية من غير ما تزق المبنى بدرجة كبيرة، فتلاقي المبنى ده يبقى سيف كديزاين. وده كان من اظرف النظريات. برضو الاستراكشر سيستم بتاع المبنى ده تيوب جواه تيوب وشير وول، فبيقدر يقاوم الزلازل بدرجه كويسه جدا. الويند انجينيرنج بقى عايز اتكلم عن كام نظريه مهمه، ونتكلم عن ازاي بنعمل التستنج للمباني. بس دي انترودكشن سريعه مش اكتر. بص المبنى ده بيتحرك ازاي نتيجة للويند، يعني المبنى ده طول الوقت نتيجة للرياح بيتحرك رايح جاي. فتخيل انت لو انت في المبنى ده هتبقى مستريح. انا عن نفسي من الناس اللي ممكن تتعب، ممكن عاوز ارجع لو دي مع الرياح العالية طبعا. بس المبنى ده بص هاي سكاي سكرابر، المباني حواليك كلها صغيرة زي ما انت شايف، او خلينا نسميه هاي رايز بيلدينج، بيتحرك طول الوقت، بيحصل فتيك في المبنى بسبب الحركة دي. المبنى ده ما اتعملش حسابه كشكل ان هو يقاوم الرياح بدرجة كويسة. كان المفروض يتعمل ان الجناب بتاعته تبقى كيرفت شوية. بس المبنى اللي جنبه برضو شايف الحركة، حركة كبيرة. يعني الناس اللي في البرج اللي جنبهم لو كان بيتحرك معاهم ما كانش حس بالحركة دي. الحركة بتاعته اقل كتير من المبنيين دول. عشان كده الديزاينرز بتاعت المباني العالية زي برج خليفة وي بيعملوا تصميم معين يقاوم بيه الرياح ويقاوم بيه الفايبريشن اللي موجودة طول الوقت. تمام؟ شايف ده برضو في حركة بسيطة المبنى اللي جنبه. يبدو ان في الرياح كانت عالية في الوقت ده، تمام؟ بس تخيل ان الرياح دي موجودة طول الوقت، فمعنى كده ان المبنى هيبدأ طول الوقت يتحرك during his lifetime. المبنى ده اللي بنتكلم مئات السنين، فالفتيج اللي بيحصل في الخرسانة والستيل هتبقى مشكلة كبيرة. ماشي. طيب انا بالنسبة لي لما الويند بيجي من الشمال يمين او whatever للمبنى، ليه الويند بيزيد سرعته كلما بعدت عن الارض؟ زي بالظبط احنا اخدناها حتى في الهيدروليكس واحنا طلبه في تانية مدني على ما افتكر، بيقول لك ان الميه سرعتها عند القاع بتاع الارض almost زيرو، بنعتبرها في الهيدروليكس زيرو. وكلما زاد الارتفاع في الميه الفلويد، كلما زاد بعد عن التربه كلما كان السرعه بتزيد. ليه؟ لان في فريكشن عالي مع الارض، فالارض اللي لازقه فيها يعتبر سرعتها زيرو. كلما بعدت كلما حصل ان السرعه تزيد. نفس الكلام بالظبط بالنسبه للهواء. الهواء ده فلويد، الهواء ده هو مائع بيتحرك، اللي ملاصق للارض سرعته اولموست زيرو. كلما كنت حوالين المباني سرعتي صغيره جدا، اول ما بطلع فوق المباني السرعه بتزيد بدرجه كبيره جدا. عشان كده سكاي سكرابرز عليها رياح عاليه جدا بالنسبه للمباني اللي تحت. ده انت ممكن يكون الرياح عندك ولا حاجه، لان جنبك مبنى وجنبك مبنى ومبنى، كل دول بيعملوا فريكشن عالي للهواء، فسرعته بتبقى اقل. في نظريه مش نظريه، فينومينا اللي هي ظاهره بتحصل نتيجه للرياح. الرياح لما بتخبط في المبنى بيبدا جزء منها يطلع لفوق وجزء منها ينزل لتحت. تمام؟ اللي بينزل تحت ده بيسحب كل الرياح وينزل لتحت ويعمل دوامه كده، يقعد يلف كده. واللي بيطلع لفوق بيبدا يلف وينزل من تحت يروح ورا، يعمل دوامات تانية، يعمل رياح تانية زي ما نشوف كمان شويه اهو. يبدأ يجي كده ويروح لافف، فبيعمل دوامات وراه ويعمل دوامات قدامه ايا كان اسمها ايه. بس الدوامات دي بتأثر على المبنى نفسه، بيحصل عليه سكشن في الاتجاه ده وكمبريشن في الاتجاه ده، وفي الاتجاه التانية بيحصل عليه سكشن وي زي ما انتوا اخدتوا في ازاي تحسب الرياح او اتكلمنا عنها قبل كده. برضو لو عندي توين تاورز جنب بعض او ايا كان تو تاورز جنب بعض، ايه اللي بيحصل؟ زي بالظبط ما بيحصل في البريدجز اللي بتعدي ميه. البيرز بتاعت البريدجز بتخلي الميه بتفلو من المسار ده كان واسع فجأة بقى ضيق.
السرعه بتاعت الويند بتعلى، وبتبدا تزق كده وتزق كده وتجري، تعمل مسار سريع جدا للهواء في الاتجاه ده. فالمشكله ان في الحته دي بيحصل دوامات هواء، الدوامات دي بتاثر على المبنى، لان الدوامه بتخلي المبنى بيتحرك يمين وشمال. تمام. لو دي حاجه اسمها ويند تانل، بيعملوا ايه؟ بيحطوا المبنى وبيعرضوا المبنى ده لرياح في الاتجاه ده، وبعد كده بيجيب حاجه زي ورقه بيحرقها، بيعمل دخان، اللي انت شايفه ده الدخان ده بلون معين. تمام، مش شرط، او يعمل اضاءه معينه تبين الدخان، فيبين لك الدخان شكل الويند حوالين المبنى او نتيجه لشكل المبنى. يعني بص هنا، بص بيحصل ايه هنا وهنا، ده بيعمل كده الفورس دي من الويند زق في الاتجاه ده وزق الاتجاه ده، فتلاقي المبنى رايح جاي رايح جاي يعمل كده. تمام. بيعمل حوالين وراه دوامه، بيمشي شويه بيعمل دوامه، دوامه تانيه، دوامه تالته. الحاجات دي بتأثر على المبنى نفسه وبتأثر على المباني اللي حواليه. يعني وجود المبنى اللي بيحصل فيه فورتكسز اللي هي الدوامات بتؤدي إلى الفيلير في مباني تانية جنبيه أو تأثير عليه. زي ما انت شايف ويند رايحة كده، دوامة هنا يطلع يعمل دوامات وراه بيحصل دوامات عكسية، في الجناب بيحصل سكشن في الاتجاه ده ودوامات. كل ده ليه تأثير مهم جدا، بالذات حاجة اسمها فورتكس شيدنج. فورتكس شيدنج ان نتيجة للويند اللي انت حاطه ده، المبنى ده بيبدأ يتحرك يمين وشمال في الاتجاه ده، يتهز في الاتجاه ده والاتجاه ده، ودي مشكلة كبيرة. ده لو انت عملت موديلنج لاعتبرت الهواء شبه المية، لو بصيت على الاليفيشن اللي فيه الارتفاعات المباني العادية، بتلاقي ان حوالين المباني سرعة الويند الاحمر، كلما رحت ناحية الاحمر كلما السرعة بقت اعلى. بص، في توربulence موجودة في الاماكن دي بتؤدي الى ايه؟ زيادة السرعة في الاماكن اللي هي عند الكورنر. عشان كده دايما بنحاول نخلي الكورنر كيرفد عشان ما يحصلش فيه السرعة العالية اللي انت شايفها دي، ويحصل الفورتكس شيدنج اللي انا قلت عليه وهوريهولك كمان شوية. بص، كلما طلعت بالارتفاع لفوق انا باخد كروس سكشن، بلان كروس سكشن فوق، كلما رحت بقى سبت المباني الكتير اللي تحت ديت ورحت فوق، هلاقي سرعة الرياح بقت عالية جدا. اللي بالاحمر ده بص كان تحت من شوية ازرق. لو بصيت على كروس سكشن اليفيشن هتلاقي ان هنا ويند عندك كيرفز بتزيد فوق المبنى، بيزيد بدرجة كبيرة جدا السرعة مرة واحدة، ودي اللاينز اللي انت شايفها للرياح. تمام. في برامج خاصة للموضوع ده، مثلا المبنى ده انت ممكن تبدأ تعمل له اناليسز عن طريق تعمل له فاينات اليمنت سيميوليشن. الويند لما بتيجي كده بتزق كده، بص المبنى الهواء حواليه بيحصل فيه ايه، وهكذا. لازم نعمل دراسة بتاعت فاينات اليمنت اناليسز او حاجة اسمها ويند تانل انجينيرنج عشان اعرف ايه اللي هيحصل نتيجة وجود المبنى ده في المنطقة دي، سواء تأثير الويند عليه او تأثير المبنى ده على المباني المحيطة عليه. تمام. برج خليفة مثلا استخدمنا البرنامج اللي هو اسمه سيم سكيل ده، وهو برنامج مور لايك ميكانيكا اكتر من مدني، بس ماشي. بص بقى عند الحواف اللي هي الكيرفات اللي موجوده في برج خليفه، بص فجاه تلاقي سرعه الويند زادت جدا، وحصل هنا فورتكس او حصل دوامه. طبعا المبنى بتاع خليفه زي ما انت شايف بيزيد، يعني هو واسع من تحت وهو طالع، طول ما هو طالع بيرفع. ليه بيرفع؟ لان الويند لود بتزيد، فعشان يقلل الفورس اللي موجوده على المبنى بيحاول يقلل الكتله عشان الزلازل تقل، وفي نفس الوقت يقلل المساحه السطحيه في الويند لود تقل. تمام. زي بالظبط الخرزانه بيروح ناحيه ان هو يعمل يبقى فليكسيبل اكتر كلما طلع لفوق. ماشي. وطبعا الفلكسبيليتي اللي بيعملها بتخلي الناتشرال بيريود بتاعته اعلى، وبالتالي بيديسبيت انرجي في الايرثكويك، بيبقى مور داكتايل. ده الويند تانل. الويند تانل ما هو الا يعني اوضه بس بالطول مثلا، بيبدا يعرض المباني، يحط سيميوليشن للمباني انتو سكيل، زي ده برج شنغهاي ده بتاع تشاينا، ويبدا يحط هواء في اتجاه معين. ممكن يبقى هواء حتى من فوق لو انت عايز تعمل دوامات وهكذا يعني.
وانا كنت محظوظ ان انا كنت في كنت بدرس دكتوراه في جامعه ويسترن اونتاريو، كان فيها اكبر ويند تانل على مستوى العالم واكثرهم ادفانس. ففعلا الحمد لله، وشفت المودلز الكتيره اللي انت شايفها ديت، برج خليفه والحاجات دي كلها اتعملت في الويند تانل اللي موجود في ويسترن اونتاريو في لندن، كندا. لو اخدت بالك هو مش حاطط بس برج شنغهاي ده، ولا مش فاكر اسمه ايه، لوحده، ده حاطط اللي حواليه المباني، لان هما بيأثروا عليه وهو بيأثر عليهم، فلازم ابص على الليله دي كلها. ده نفس الكلام، هو عايز يدرس الثلاثه تاورز دولت، وعايز يدرس المباني اللي حواليها هتأثر عليها ازاي، او هما هيأثروا على بعض ازاي. بدأ يأثر بالويند، وبدأ يشوف اتجاهات مختلفة. ده ويند تانل تاني مختلف، وبيبدأ يدرس الدراسة بتاعت. طب تعالى نشوف الفيديو ده ظريف، هيفهمك يعني ايه فورتكس شيدنج، ويعني ايه الديزاين بيتعمل ازاي، والفكر بيتعمل ازاي، عشان اصمم، عشان اخلي المبنى نفسه يقاوم الرياح بسهولة، او يقلل الفورسز الموجودة عليه. This happens when wind flowing past a building creates vortices, strong swirls of air that magnify the damaging effects of wind. In low winds, these vortices cancel each other out, but in higher winds they create alternating low pressure zones that make the building rock back and forth. As the wind speed increases, so does the intensity of the back and forth movement. Every object also has its own natural sway frequency, and when that matches the frequency of vortex shedding, it creates a dramatic spike in the intensity of swaying. On the top floors of a high-rise, that kind of swaying can be nauseating, plus it can damage the integrity of the building. But architects have an arsenal of tricks to reduce movement. The first one? Tapering. The higher up you build, the stronger the wind force gets. So to reduce surface area where wind is stronger, designers can simply make a building skinnier as it gets taller. They can do that with tapering, like the Shard in London, or with periodic setbacks, like the Willis Tower in Chicago. Then designers can soften edges. Hard edges aren't good on wind, so you'll often see skyscrapers with round corners, but architects can achieve a similar effect with small cutouts from the edges. Take Taipei 101, for example. The building was originally designed with square corners, but when a scale model was tested in a wind tunnel, the designers saw a lot of swaying. Here are the results after designers added sawtooth corners. They reduced movement by 25%. The next option is pretty simple. You can just open it up with holes. Skyscrapers like Saudi Arabia's Kingdom Center and Shanghai's World Financial Center do this with a single gap up top, allowing wind to pass through where it's blowing the strongest. But 432 Park Avenue in New York achieves this effect with several double floor cutouts that allow wind to pass through along the length of the entire tower. There's also twisting. This wind resistance technique makes for some of the most stunning skylines today. Dramatic spirals redirect the wind, guiding it upward and off the building. That's the same wind resistance trick used by some industrial chimneys and car antennas. Corkscrew shapes like this were impossible to build until fairly recently, thanks to advancements in software and material science. And they're also promising from a sustainability perspective. During the design process on the Shanghai Tower, for example, adding the iconic twist reduced the wind load by 24%, saving developers $58 million in structural material. Finally, there's the technique so good, it's invisible. Damping. Dampers are mechanisms designed to absorb the energy from a building's movement, counteracting the effect of the wind. Skyscrapers do this in two major ways. First are slosh tanks. These are containers filled with several tons of water. The water sloshes back and forth, and its weight displacement helps keep the building from swaying. Second are tuned mass dampers, massive weights suspended in the middle of a building. These were traditionally hidden away in building design, placed on empty floors with other technical equipment. But they don't have to be. Taipei 101's tuned mass damper has been a popular tourist attraction since it opened in 2000. ادي الكورة بدأت شايفين الوايرز اللي شايلاها بيبدأ يتحرك عكس المبنى زي ما شفنا من شوية. فمن الآخر لما بتعمل الدامبرز اللي هي زي التايبي 101 البول ديت، أو تعمل حاجات تانية بتقلل الحركة وتقلل الفايبريشن، فأنت بتقلل الكوست اللي أنت حاططها في المنشأ، بتحاول تقلل على قد ما تقدر الكوست، وفي نفس الوقت يبقى comfortable structure، الناس تبقى مستريحة وهي عايشة في المبنى ده. برضو منظر عام للتايبي هو مش بس الكيبلز، هو هنا في مساعدين برضو بحيث ان هم يتحكموا اكتر في الحركة. ده من تحت البول من تحت، والمكان بتاعها موجود في الحتة ديت عشان يبدأ يحرك. البول سايز بالنسبة للستراكشر بص مش كبيرة قوي، لكن الكتلة بتاعته كبيرة بحيث انه يعرف يأثر على المبنى نفسه. ماشي، ده من احد التكنيكس اللي بتقاوم طبعا الويند او الزلازل.
وعلى فكرة في مباني البول دي انت ممكن تحركها انت شخصيا ببرنامج كمبيوتر. الدمبرز زي عارف المساعدين اللي موجودة في البيبان، الباب لما تفتحه وبعد كده يرجع لوحده بس بالراحة، ده الدمبر. ان انت بتخلي الحركة بتاعت المبنى في الجوينتس ديت، تمام، تبقى حركة ما الزلزال يجي يحركها ترجع بالراحة، تروح بالراحة، ترجع بالراحة، وهكذا. فالديفورميشن اللي كانت بتحصل في المبنى والاكسلريشن هتقل كتير نتيجة للدمبرز اللي موجودة في الأدوار المختلفة. وده شكل الدامبرز اللي موجوده، ميكانيكال دامبرز، تمام. دي بالظبط زي المساعدين اللي بقول لك اللي موجودين بتبقى موجوده في العربيات او اللي موجوده في البيبان من فوق. في حاجه اسمها بيز ايزوليشن او بيز ايزوليتور. ديت بتعمل ايه؟ بدل ما احط المبنى على فاونديشن عاديه زي ما احنا بنعمل، بنبدا نحطه على سبرينجز اللي انت شايفها هنا، سواء ديت او سبرينجز فعليه، او حتى في ماتس كده، بلاستيك ماتس زي ديت مثلا، بتسمح بالحركه الافقيه لحد معين، يعني مش لغايه الاخر وبالتالي يحصل سلايدنج او يحصل فيلير في المبنى، لا، هي بتسمح بحركه المبنى فيرتيكالي شويه صغيرين في الاتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. وبالتالي لما يجي الزلزال يتحرك هتلاقي البتاع الأوعاد دي بتتحرك والعمود نفسه ما اتحركش أصلا، يحصل حاجة اسمها بيز ايزوليشن. ده حاليا في اليابان بيعملوه ونفذوه فعلا في مباني كتير، وده بيقلل جدا من الفورس اللي جاية من المباني. بس في مشكلة أساسية، إن ممكن يحصل إزاحة بيرمننت، يعني ممكن المبنى نفسه ما يرجعش للوضع الطبيعي، يتحرك اكس ويفضل في مكان الاكس ده، فبيعمل اكسنترستي على القواعد. فده طبعا لازم ايه، نصمم عليه القواعد كويس جدا. بالنسبه للدامبرز، لما نستخدم تانك ميه فوق السقف، نعمل حمام سباحه فوق. الميزه في كده، الميزه ان انت لما المنشأ ده يتحرك كده، الانرشيا بتاعت الميه بتعمل موجه عكسيه. يعني انا لما اجي اتحرك كده الموجه بتبقى العكس، لان هو كان واقف في مكانه، الميه دي كانت فضلت واقفه فخبطت في السور فزقت السور ده شمال فتقلل الديسبيسمنت. طب لما اجي انا امشي شمال هيمشي هو يخبط يمين، وهكذا. والبافلرز دي بتقلل السرعه شويه بتاعت الميه عشان ما يحصلش توربulence في الميه. فالدامبرز دي بتقلل الحركه الدائمه بتاعت الويند الصغيره، مش كبيره بس طول الوقت ففيها مشكله، وبتقلل الحركه الكبيره اللي بتحصل اثناء الايرثكويكس، فبنشتغل بيها كدامبرز. دي افكار كلها ظريفه وبتتنفذ في الحقيقه. برضو احنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل الستراكشر بتاعي flexible as much as possible. فلما يبقى flexible مع الحركه يبدا يديسبيت الانرجي زي ما اتفقنا محمد عليه كلايد كده. وبالتالي كلما كان مور فليكسيبل، كلما الناتشرال فريكونسي او الناتشرال بيريود بتاعته زادت، تمام، فالاكسلريشن اللي موجود عليه نتيجه الزلازل تقل، وبالتالي الفورس تقل. وفي مزايا كتير جدا، والكوست كمان بتاعت المبنى هتقل. فالناس كانت بتختبر الحاجات دي في الزلازل. بنعمل حاجه اسمها شيكينج تيبل، من اكبر الشيكينج تيبلز اللي موجوده في العالم في اليابان. بيبنوا مبنى كامل على ترابيزه ممكن تتحرك يمين وشمال، يبدا يحط في الترابيزه ديت حمل زلزالي، حركه الزلزال مثلا، حركه الزلزال مثلا اللي حصل في تركيا، يحط في البرنامج الحركة ديت، يبدأ ينفذها ويشوف تأثير الكلام ده على المبنى. تعال نشوف المبنى ده هيحصل فيه ايه. National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention. تمام. الحركة بتاعت المبنى نفسه نتيجة ان هو flexible enough، حركة الزلزال مهما كانت قوية هو نفسه بيتحرك معاها فبيديسبيت الانرجي. في الحالة ديت الار ريشيو اللي احنا كنا بنتكلم عليها واحنا بنحسب حمل الزلزال بيبقى عالي، قد يكون هنا اكتر من 7، فبيديسبيت معظم الانرجي في البدء. وفي فيديوهات اكبر من كده واحسن انا حاططها في السلايدز بتاعت الاناف داكتايل فريمز والليميت داكتايل فريمز. هنا يعني مينلي اختصرت شوية المحاضرة اللي كانت في الكونفرنس بحيث ان انا اعرض المباني العالية والسكاي سكرابرز، والفكرة ازاي نديسيبيت الانرجي اللي ناتجة من الويند لود. زي ما انت شايف كل المنشآت الصغيرة تحت ديت اللي انت شايفها دي حوالين برج خليفة، الزلازل فيها مهمة جدا. ممكن ما يهمنيش قوي سرعة الرياح، لكن برج خليفة نفسه
لا، ده انا يهمني سرعة الرياح اكتر بكتير من الارثكويك، ويهمني اكتر الحركة اللي موجودة، ان هي ما تعملش فورتكس شيدنج طول الوقت، ما يبقاش عامل زي العمود زي ما انت شفت في الفيديو قبل كده، عمود بتاع إشارة المرور لما بتبقى سرعة الويند عالية تلاقيه بيتحرك يمين وشمال. فده ممكن يحصل، ممكن يعني ويند لما تيجي كده ده يتحرك يمين وشمال كده طول الوقت، فالناس تدوخ وهي عايشة. فمحدش يسكن البرج ده أصلا. تخيل تبقى عامل برج بمليارات الدولارات وفي الآخر محدش عارف يعيش فيه، تبقى كارثة كبيرة وطبعا خسارة كبيرة جدا. شكرا لحضراتكم وأتمنى أكون فدتكم. شكرا.